ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دي انا كنت عامله كيكه وكنت عاملاها لكم قبل كده في فيديو. دي كيكه عاديه جدا. انا هنا بوريكي ان انت تقدري تحولي اي كيكه معاكي لحاجه حلوه وولادنا بيحبوها، التورته. طب ازاي هحولها؟ هقسمها زي ما احنا شايفين كده. طبعا مقادير الكيكه انا كنت عاملاها قبل كده. ادخلوا كده على القناه بتاعتي وقلبوا في الفيديوهات هتلاقيها. بصوا اللهم بارك، بصوا الفتحات بتاعتها عامله ازاي والتهويه. انا قسمتها كده شويه لبن وعليهم معلقتين سكر. عندك شربات تمام حطيه. انا كده برش الكيكه بتاعتي عشان تبقى طريه من جوه، زي طعم التورته اللي احنا بنجيبها بالظبط. برش على الجنب ده وبرش على الجنب ده، يعني برش على النصين. تمام. ده كريم جانتيه انا كنت عاملاه. طبعا كريم جانتيه سهل جدا، بتجيبي البودر من اي حد محل يعني بيبيع حاجات حلويات. تمام. وبتحطي عليه يا اما الكوبايه قصادها كوبايه ميه او كوبايه لبن، وتضربيه طبعا ايه في المضرب. بيطلع بالقوام اللي انت شايفاه ده. لو انت هتجيبيه محلى، مش هتجيبيه محلى هتحطي له سكر، بس هتحطي له سكر بودر، هتحطي نص كوبايه سكر بودر. تمام. ده صوص شوكولاته انا كنت مسيحاه كده على حمام بخار. بحط شويه عشان برضو يبقى من جوه متطعم شوكولاته، ما يبقاش كريم جانتيه بس. تمام. قلبت النصين على بعض كده وقفلتهم كويس، وهبتدي اغلف التورته التحفه بتاعتي دي اللي هي باسهل طريقه. هغلفها كلها بالكريم جانتيه بتاعي. وان شاء الله في فيديو تاني هعمل لكم التورته من الالف للياء، التورته الحقيقيه بقى. دي بديل التورته، انا هعمل لكم التورته الحقيقيه. هنا بغلفها كلها. بس كان طعمها تحفة وخفيفة، واللي هيشوفها هيقول والله تورتة، وكان طعمها حلو قوي. واللبن اللي انا طعمت بيه من جوه الكيك نفسه طرالي الكيكة خالص، لان احنا عارفين ان الكيكة بتاعت التورتة بتبقى دايبة في البق. فاللبن هو عمل لي الموضوع ده. وممكن تحطي بديله شربات. هنا بنزل بقى بالصوص كده عشوائي على التورته بتاعتي. واي حاجه عندك بقى، عندك بسكوت، عندك اي حاجه زينيها بيها. انا هنا زينتها، كان عندي شوكليت شيبس، وكان عندي اللي انا بزينه ده بيه. انا كان عندي هنا يا حبايبي كوكيز، حطيتها كده. الكوكيز ده برضو انا كنت عاملاه في البيت، واللي عايز الوصفه بتاعته بكل تكاتها هيلاقيها برضو في فيديو يقلب كده هيلاقي. وهنا بقى الشوكليت شيبس بتاعي رصيته عليها كده. وكان عندي برضو صوابع الشوكولاتة دي كانت حلوة قوي. برضو نفس الكلام، وحولتها لتورتة وكانت طعمها تحفة. يعني انا بقولك اللي انت تقدري تعملي كل حاجة بايدك في البيت يا قمر. ومفيش اي حاجة هتبقى صعبة عليكي. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة.